السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ صباح الفل. معلش اتاخرت عليكم 10 دقايق بس يعني العصر بقى واذان العصر وصلاه العصر. طيب خلينا دلوقتي ايه نتكلم على حاجه كده مهمه. امبارح كنت وريتكم عربيه كيا عشان ترى الوجه الاخر للكوري بقى، عشان تعرف هم بره بيحبوا الكوري ليه، وايه البينفيتس اللي بيقدمها، وليه العربيات الكوريه مثلا مسيطره على السوق الامريكي. حتى في عقر دار الصينيين تلاقيهم بيركبوا الكوري. الكوري مش وحش في حد ذاته، لكن الكوري اللي كان بيجي لنا هنا دايما بيجي لنا بمواصفه صعبه شويه، مواصفه بايخه. يعني كان بيجي لنا الكوري دايما تعرف انك انت هتركب عربيه ما فيهاش امان، تعرف انك انت هتركب عربيه ما فيهاش باكج كويس، تعرف انك انت هتركب عربيه فيها فتحه سقف بس ما فيهاش كاميرا خلفيه. طول عمرنا كانت الدنيا عندنا ملخبطه، تمام. لكن ده ملوش علاقه بالصناعه الكوريه، الصناعه الكوريه والكوريين من اكبر الصناع في عقر دار الاوروبيين. السبورتاج كانت واخده اعلى مبيعات هي والتوسان، تمام. فتعالى اوريك دلوقتي ايه القصه بقى اللي انا عايز اوريها لك دي. بس اعمل شير الاول قبل ما اوريك القنبله اللي معانا دي. اعمل شير للكلام ده عشان يوصل للناس وعشان ناس كتيره تشوف. وانت بتتفرج كده اعمل شير عشان الناس تعرف المواصفه بتبقى عامله ازاي، تمام. يلا. كيا كي 5. قبل ما نتكلم على العربيه وقبل ما اقول لك ايه دي، لازم تبقى عارف ان العربيه دي مش جراندي سيراتو، دي مش من فئه الاوكتافيا والكورولا والميجان. دي عربيه ميد سايز سيدان، حجمها كبير جدا، طولها يقترب من ال5 متر. عربيه ضخمه، عربيه واسعه وعربيه كبيره. دي منافس الاكورد والالتيما من نيسان وتويوتا كامري، تمام. فدي عربيه في حته ثانيه خالص. ده من حجم الميد سايز سيدان يا جماعه، دي مش جراندي سيراتو. ولازم تبقى عارف ان العربيات اللي انا بجربها دي مش ذوي احتياجات خاصه، عشان في ناس بتقول كده. لا، دي عربيات ملاكي، ممكن حضرتك تشتريها وترخصها بكره عادي، ما فيهاش اي مشكله. دي سيارات استيراد ملاكي يعني، تمام، ما فيهاش مشكله. فانا ما بجربش عربيات. دي مش عربيه ذوي احتياجات خاصه، على راسي طبعا، بس مش دي عربيه ذوي احتياجات خاصه، عشان في ناس بتقول كلام مغلوط. طيب خلونا نتفرج على العربيه كده ونبتدي، وبعدين اقول لكم المواصفه ونطلعها نجيبها عندنا. تعبها شويه معانا. ايوه هي هتجيلنا، ما تقلقش. اهي دارت. ندوس على الريموت. اوكي. هي تجيلنا، لا انا مش هروح لها عشان اجربها، هي تيجي، تمام. انت عمرك شفت الكلام ده في مصر قبل كده؟ ما هو احنا قلنا امبارح يا جماعه وشرحنا قبل كده ان العربيه دي مبنيه على البلاتفورم بتاع الاوبتيما، وفقط اتغير الاسم بقت كي 5. ده الجيل الجديد والاحدث يعني. انت ممكن تطلع العربيه وممكن تدور العربيه وممكن ترجعها وممكن تخليها تركن لوحدها بالريموت كنترول معاك، تمام. العربيه دي بقى المواصفه ايه؟ العربيه دي اعلى فئه في العربيه الكيا الكي 5. اعلى فئه في النسخه الكيا الكي 5 دي السيجنتشر. السيجنتشر دي بتبقى النسخه الاعلى في العربيه دي. العربيه بتنزل بحساسات وبرادارات، وكمان بتنزل بموتور 1600 تربو. النسخه اللي معايا دي موتور 1600 تربو 180 حصان. 1600 تربو 180 حصان عند 5500 لفه في الدقيقه. هقول لك الارقام الدقيقه اهو. وعزم 265 نيوتن متر، عزم كويس معقول جدا، بيطلع عند 1500 لفه في الدقيقه. عايز اقول لك ان اداء العربيه دي افضل من اداء المنافسه ليها الاخت البيجو 508، هي من نفس الفئه. اداء العربيه دي حي جدا معاك وناعم، والاستجابه رهيبه، لدرجه ان انا شكيت ان العربيه دي رغم انها النسخه الدفع الامامي انا شكيت انها الاول ويل درايف. العربيه فيها فرق من ورا، العربيه العجلتين اللي ورا تحس انا طالع بيها بتفرق. اداء العربيه رهيب. حد جالي امبارح كمان علشان يجربها، شاف الفيديو وجالي عشان يجربها، كان مستغرب ادائها. يعني الموتور ال 1600 ده التربو عامل معاه شغل كويس قوي، والعزم اللي بيطلع بدري ال 265 نيوتن متر دول عاملين شغل مع العربيه، بيطلعوا عند 1500 لفه في الدقيقه، فعاملين شغل مع العربيه. طيب ايه تاني في العربيه دي؟ العربيه دي مش نسخه فتيس دراي، العربيه دي فتيس جديد من كيا 8 سرعات. الفتيس ده مريح العربيه جدا، لدرجه ان انا وانا بجرب العربيه امبارح طول اليوم ولحد النهارده استهلاك البنزين خرافي. العربيه دي مدياني افريج 6.7 لتر، رغم ان انا حارق يعني مبهدلها. اكتر ارقام طلعت معايا في الافريج اللحظي كانت وصلت ل 9 لتر وانا بضغط وبدوس ويعني. لكن الافريج والمعدل في العموم طول بعد ما بتخلص الرحله كده بيبقى حوالي 6.7 لتر، لا يتخطى 7 لتر لكل 100 كيلو متر. فالموضوع يعني شيق جدا. دي المواصفه الفنيه. تعالى بقى افرجك على العربيه من ورا ومن قدام، وادخلك جوه وافرجك الباكج اللي في العربيه دي عامله ازاي. الليد ده بينور بالكامل بالليل، تمام.
عايز اوريكم شنطه العربيه المهوله اللي انا اعتقد انها تتخطى مثلا، يعني مش عارف، تتخطى 500 كيلو، 500 لتر. بص الشنطه انت مش عارف تجيب اخرها، بحر طولي جوه. يعني الشنطه كبيره جدا لان العربيه دي من حجم الميد سايز سيدان. طبعا رادارات وكاميرات في كل حته، كاميرات 360 ورادارات. بصوا نقفل العربيه كده، نبطلها بقى عشان احنا كنا دورناها. بص بقى الماتيريال اللي موجوده جوه العربيه، ده خشب حقيقي يا جماعه، ده خشب حقيقي. تمام، كل حاجه طريه هنا، وده خشب حقيقي، وده كروم، والليد بيظهر من هنا، الليد بيظهر من تحت كده بشكل شيك قوي. وده كمان ليد بينور بالليل، يعني البيانو بلاك ده في مزيج ما بين شكل لطيف كده وما بين كمان امبيانت لايت بينور بالليل وممكن تغير الوانه. الباب كله ما فيهوش الا بلاستيك في الجزء اللي تحت فقط، وبلاستيك من النوع اللي مش رديء، لكن الباب كله عباره عن مزج ما بين الخشب والكروم، والستشنج شكله اصفر، شكله جملي كده بلون الجلد اللي في الباب، وحاجه يعني رهيبه. الكراسي طبعا والميموري بتاعت الكراسي، وادي كراسي كهرباء طبعا. تمام. بص البيدل شيفتر بتاع العربيه، الخامه بتاعته عامله ازاي، بدلات نقل السرعه. بص اعمل شيف بس عشان الكلام ده مهم قوي، عشان تشوف المواصفه عامله ازاي ومختلفه ازاي. لين كيب اسيست بقى، طبعا التراكشن كنترول، التحكم في الاضاءه، الكلام ده، فتح الشنطه من جوه، كل حاجه ممكن تتخيلها في العربيه. انا عايز اوريكم بقى كمان حاجه، انا لم ارى في حياتي في الفئه دي كرسي اريح من الكرسي ده. شايف مستوى الكرسي؟ انت لك ان تتخيل ان الكرسي مريح ازاي. يعني تمام، ممكن تتحكم في الكرسي كمان، الكهرباء اللي قدام، اللي قاعد ورا لو متضايق يعني علشان تبقى عربيه بيزنس كلاس كده، ممكن تتحكم في الكرسي. شايف اللي قاعد ورا ممكن يتحكم في الكرسي، يطلعه قدام ويرجعه ورا، او يحرك المسند الظهر يمين شمال ويعني قدامه وورا. تمام، لو هو متضايق اللي قاعد ورا، لان المساحات اساسا رهيبه، بس هو بيديك الاحساس ده. تدفئه للطاره، تسخين وتبريد للكراسي، كرسي السواق حتى. بص خامه زراير التسخين والتبريد عامله ازاي، شاحن وايرلس. وكمان في حاجه عبقريه، انت لما بتحط الموبايل هنا في كيك ستاند كده، بص انا بدوس عليه بايدي اهو علشان الموبايل يثبت، لا يجي يمين ولا شمال ولا الكلام ده. بتوقع الموبايل هنا كده بالطول يشحن، ودي تقفل عليه تفضل ثابته. عاملين حساب كل تفصيله، يعني انا لم اكن اتخيل ان هم بالدقه دي الصراحه يعني. تمام. الكاميرات واوتو بارك بتركن لوحدها، ادي الاوتو بارك اهو. تمام، بتركن لوحدها تماما بالكامل كومبليتلي، من غير ما انت تعمل اي حاجه ولا تدوس على زراير ولا اي حاجه، فقط اول ما بتحدد الركنه. ادابتيف كروز كنترول مع لين كيب اسيست، والدركسيون اهي، العربيه فيها سيلف درايفنج ستيج 2، سوق نفسها لوحدها لو في حارات متحدده. يعني قصه خطيره. المشكله ان انا لما اقول لك السعر في الاخر وتقارنه بالعربيات المعفاه جمركيا هنا هتتضايق، انا عارف انك انت اكيد هتتضايق. تمام. طيب ادينا فتحنا العربيه اهو. اعمل شير، اعمل شير علشان مهم جدا، اعمل شير علشان الناس تبقى عارفه ايه اللي بيجي لها. المرايات الكربون فايبر دي هي نازله كده العربيه. تمام، ادي زي ما انت شايف كده، احنا كده الشاشه اهي، كل حاجه في النافيجيشن لو انت الخرائط نازله، كل حاجه وكل المعلومات اللي تتخيلها. ممكن تغير السيمز دي، وممكن تغير شكل العدادات بالكامل. تمام. هيد اب ديسبلاي اهي، بيطلع لك كل المعلومات هنا، حتى بيطلع لك الاكتف الامرجنسي بريك والاكتف لين كيب اسيست، بيطلع لك هنا على الازاز، كل حاجه بتظهر قدامك، كل ما يمكن ان تتخيله. تكييف بالكامل دور زون، وتسخين لورا، وتحكم بالتكييف منفصل يعني تريبل زون ورا. يعني حاجه عجيبه. تمام. بصوا المساحات ورا، وبصوا كمان مستوى الخامات لما ترجع ورا. الستاير طبعا بيلت ان بتاعتها اوريجينال نازله ورا في الجزء الخلفي. ومستوى خامات الكرسي ورا الغريب ان هو نفس مستوى خامات الكرسي قدام، نفس الخشب ونفس يعني قصه كبيره قوي، مواصفه حلوه قوي 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 الصراحه. سقف بانوراما بالكامل.
وبيفتح اهو. تمام. قصة كبيرة جدا 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 يعني يعني انا مستمتع الصراحة بتجربة العربية، لطيفة جدا. الكيا الكي 5. تعالى بقى اقول لك بقى سعر العربية دي كام. وصلنا للمرحلة النهائية اهو. انا استعرضت لك كل حاجة سريعا كده، لسه بعمل لها ريفيو قاعدة معايا، لكن مستمتع قوي بتجربة قيادتها. ماسكة في الارض بطريقة غريبة. العربية فيها روح اوروبية، ويمكن يعني كيا راحت قوي قوي للروح الاوروبية بقى لها مدة. العربية دي 8 اير باجز على فكرة. تمام. بص شكل الامبيانت لايت لطيف قوي، بيقعد يتغير كده لما تقفل العربيه واول ما تفتحها لوحده. وقوي حتى باين بالنهار يعني. مستوى الخشب ده خشب بجد يا جماعه، ده خشب بجد. بص الخط عليه مكتوم ازاي، ده خشب خشب فعلا، ملمس خشب يعني. طيب تعالى اقول لكم بقى العربيه دي بكام. العربيه دي بمليون و400 الف. العربيه دي بتمن يقترب من ثمن التويوتا كورولا الاليجانس وسكودا اوكتافيا، ارخص منها. النسخه الفي ار اس من الاوكتافيا بمليون 500 الف، ده السعر الرسمي. والنسخه الستايل بلس من الاوكتافيا بتتباع بمليون 500 دلوقتي. تخيل ان العربيه دي ارخص من الاوكتافيا وسعرها يقترب من التويوتا كرولا بمليون و400 الف جنيه. ارخص من اخواتها المحليين هنا اللي هي مش من فئاتهم، اللي هم الاس يو فيز. تمام. ارخص من اخواتها المحليين هنا سبورتاج وتوسان. بيبيعوا السبورتاج الجي تي لاين اللي هي من نسخه اس يو في اقل، هي مش من حجم ميد سايز، علشان يعني هي مش السورنتو. تمام. بيبيعوها بمليون و450 ومليون 500. العربيه دي بمليون و400 الف. تمام. منافس قوي جدا جدا لهوندا اكورد وتويوتا كامري، واعتقد انها تتغلب عليهم بالمواصفه والنسخه دي. وبمليون و400 الف النسخه اللي معايا ل 2022. 2023 ما اعرفش انا هينزلوها بكام، لكن اللي معايا دي على ارض الواقع بمليون و400 الف. هكذا تكون السيارة القيمة مقابل سعر. تمام. بجربها ولسه ان شاء الله هينزل لها ريفيو كامل يوم الجمعة، وهنوريكم تفاصيل كتير قوي. حبيت بس اوريكم السوق المصري عامل ازاي. تشتري ما تشتريش ده ما يخصنيش، انا ماليش دعوه يعني. تمام. لكن انا حابب اوريك ازاي في مواصفه محترمه برضه. حابب اوريك ان الصانع الكوري لما كنا بنعترض عليه هنا في مصر، ما كناش بنعترض عليه عشان هو حلو ووحش والكلام ده. عكس، هو صانع عملاق وكبير، وهيونداي وكيا مجموعتين عملاقتين وارهقوا الكل. وجينيسيس بتخرج، ويعني قصص كبيره قوي. كيا دي عندها الستينجر وبتاع وعربيات رياضيه. لكن انا عايز اقول لك ان عربيات كوريا لا فيها مواصفات مهوله، مواصفات مهوله. تمام. لكن للاسف ما كناش بنشوف ده، فكنا بنعترض على ده. ان عربيه تجيلنا من غير اير باجز، ان عربيه تجيلنا من غير اي اس بي، ان عربيه تجيلنا من غير اي حاجه وفيها فتحه سقف. يعني تحس ان بيضحك علينا ليه كده. تمام. يلا، السلام عليكم.